بقولك ايه يا حنونة؟ نعم يا قلب حنونة، يا عين وعقل حنونة. بصي بقى، بصراحة انتي طلعتي جامدة قوي، وبصراحة اكتر خلي حد تاني يريحك. انا عن نفسي ما عنديش مانع. يا لهوي يا جمال، إيه اللي انت بتقوله ده؟ على الهادي يا زبادي. يا رب التجديد يكون عاجب. ما تنسوش تحطولي لايك حلو زيكم، عشان كل ما بتحطوا لايكات اكتر كل ما بنزل لكم الفيديوهات اللي بتعجبكم اكتر واكتر. ما تنسوش اشتراك في القناة فضلا ليس امرا، وتعليق حلو قوي منكم لو حبيتوا. يلا بسرعة نشوف حنونة وجمال يد النيلة، الراجل مش عارف. حكايتنا النهاردة حلوة قوي. حكايتنا واحد اسمه جمال ومراته حنان. حنان ست حلوة قوي، من اللي قلبك يحبها موت. دلع ايه، حلاوة ايه، جمال ايه، مش قادرة اقول لكم. بصراحة ست الستات ويتقال عليها يا دلع البنات. كانت البنوتة الجميلة دي اللي اسمها حنونة في يوم من الايام، هي في بداية جوازها، يعني دوب شهرين كتير وكده، الراجل عمل الواجب وزيادة اول اسبوع. بعديها بدأت العجلة بتاعت العربية تفش كده شوية بشوية. مركزين انتوا معايا يا رجال؟ لغاية يا عيني ما العربية اتاكلت الكاوتشات بتاعتها. فاهمين؟ راح قال لها، بدأ شوية بشوية يلاقيها ماسكة الموبايل، هي عايزة تخليه يغير وتخليه يتحرك كده من جوه علشان بقى يحس بقى بيها ويغير عليها قوي، ويقول لها حبيبتي انا بحبك قوي وانتي فين وانا مش قادرة ابعد عنك. ولكن كانت بتلاقي حاجات غير متوقعة خالص. وحنان كانت خلاص قربت حنونة انها تقتنع ان هو خلاص كفاية علينا يا سيدي يوم الخميس وانا راضية بنصيبي وزي بعض. هعمل ايه؟ راحت جت واحدة صاحبتها من اصحاب الخير اسمها شيماء، قالت لها انت يا بنتي حنان اسكتي، الراجل من كتره بقيت مش قادرة، تعبت قوي. يا لهوي ده حمادة مش قادرة. هي تقول كده ويا عيني حنونة مش قادرة ومش طايلة. البلع حلو بس النخل عالي قوي، هتطوله منين؟ فيا عيني بصله كده من فوق وساكتة وصعبان عليها نفسها. فضلت تتكلم شيماء وتحكي عن انجازات وبطولات حمادة معاها، ويا عيني دي بصلها كده وحاطة ايديها على خدها وهي بتقولها ها وايه كمان. راحت قالت لها في ايه يا بنت انتي بتعملي كده ليه؟ قالت لها ابدا. قالت لها انت ايه مش متجوزة يا بنتي بقالك 3 شهور بس، يعني كتر خير بقى عندكم. قالت لها ابدا صدقيني احنا مفيش الكلام ده هو خلاص حتى. قالت لها حتى ايه؟ قالت لها مفيش احنا حلوين خالص وكويسين. يلا انا اقوم عشان ده بيرن عليا، اروح الحق اروح اعمل لي لقمه الغدا لحسن يجي مراحل. قالت لها خلاص روحي بس على ميعادنا بكره نفطر سوا. قالت لها اتفقنا حاضر. وفي اليوم ده جمال وحماده اتفقوا مع بعض ينزلوا على القهوه كده شويه يغيروا جو. وطبعا حماده عمال يحكي عن انجازاته وعن بطولاته، ويا عيني جمال قال له بقول لك ايه، ده انا برجع مهدود من الشغل ويا عيني مش طايق روحي ومش قادر. قال له انت بتهزر؟ قال له والله بقيت مش قادر. قال له يا ابني مراتك عشان تحتويها والى اخره، وعمال يديله نصايح. قال له يا عم يعني انا جاي افك معاك هنا تقعد انت برضو تكلمني عنها؟ يا سيدي كبر دماغك. ومن هنا دخلت حنونة في دماغ حمادة وبدأ ينفذ خطته. وفعلا من كتر كلام جمال عليها بتاخد على الموبايل، مش عارفه هو بتسلي وقتها لما قال له هي بتسكت ازاي او بتقضي وقتها ازاي. راح عمل فعلا اكونت وكده وحساب على الفيسبوك، ودخل عن طريق لما عرف من مراته مين دي جيراننا حنونة، انت ما تعرفش يا راجل ما هي حاطه صورتها، تعمل ايه تاني الولايه؟ قال لا خلاص عرفتها. ودخل فعلا عليها من الطريقه دي، بدأ يكلمها وسنة بسنة خد رقمها وبدأ يكلمها وبدأ ترتاح قوي معاه. ومن هنا جمال اتبسط قوي انها بدأت تبطل تطلب الموضوع ده، وبدأت تبطل تقول ان هي عاوزة لغاية ما لقيها ان هي خلاص، لدرجة ان لما كانت بتقول له في ايه يا جمال انت مش ناوي؟ لا بقولك ايه انت ارتاحي بعيد عني، يا لهوي عليكي في ست تعمل كده وفي ست تطلب كده. كانت يا عيني بتتكسف وترجع 2 3 لورا، وبدأت ما تطلبش خالص، وبدأت تسمع كلامه فعلا وترتاح عن طريق مين؟ حمادة، اللي كان حتى بس بالكتابة بيريحها قوي. وغير كده لما كانت تكلمه صوت ولا حاجة ويقعدوا يضحكوا ويهزروا مع بعض وهو مش موجود، وهو كمان قبل ما هو يروح لمراته وقبل ما هي جوزها يرجع. وطبعا عرفوا بعض في الحقيقة، وكان آخرة الحكاية ان هي هو طلق مراته واتجوزت وعاشت في نفس البيت قدام جوزها، بس جوزها ما تحملش باع شقته ومشي. كانت عايشة حياة سعيدة قوي مع حمادة واتبسطت قوي. الست لا عبية
وبتفهم قوي وجميلة وحلوة، بتهتم براحة. وحمادة بيقدر الجمال قوي قوي قوي، مفيش حاجة تروح عن ايده كده ولا تروح عن ايده كده، الحاجات دي بالذات بيهتم قوي قوي بتفاصيل. ايه رأيكم في حكاية النهاردة؟ عجبكم جمال ولا حمادة الصياد قوي قوي اللي سنارته اصطادت على الهادي يا زبادي لغاية ما لغاية ما السنارة اصطادت ودخلت جوه الشبكة؟ بصراحة حنونة تستاهل تتحط في مكان حلو قوي قوي. وربنا يكون في عون بقى حمادة، هيلحق على ايه ولا ايه؟ اكيد هتبقى جعانة وعطشانة وعايزة تاكل كتير قوي قوي. دي كانت حكايتنا النهاردة، يا رب الحكاية تكون عجبتكم، لاني بتبسط قوي قوي من تعليقاتكم ومعاكم في حكاية جديدة. ما تنسوش تكتبوا نرمين هشام في البحث او حكايات نرمين هشام او على الهادي يا زبادي وهتلاقوني. هتوحشوني قوي قوي من الحكاية دي للحكاية اللي جاية. ما تنسوش ضحكتكم حلوة قوي.